السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم شباب؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة. واليوم رجعت لكم فيديو جديد من فيديوهات الأنبوكسين والمعاينة بنفس الوقت لكارت الشاشة من شركة AMD ال RX 580 Radeon. هذا الكارت اشتريته بسعر مو مناسب، اقتصادي فينا نحكي عليه، ب 71 يورو، وحبيت أجربه وأعطيكم رأيي فيه عشان العالم اللي حابة تعمل تجميعات بي سي بسعر اقتصادي أو سعر رخيص وما مع مصاري كتير. وهون راح نعملكم هلا انبوكسين ومعاينة للكارت. لا تنسوا اللايك والاشتراك، متابعة ممتعة، وراح اعطيكم تجربتي وخلاصة التجربة ورأيي في الكارت بآخر الفيديو. وهون عنا أول لعبة راح نجربها، هي لعبة Last of Us Part 1 على دقة 2K Low Setting FSR Balance. راح نشوف شو راح تعطينا.
واللعبة رقم 2 هي راح تكون Resident Evil Remake. لعبة كتير مميزة والأوبتمايز فيها جبار، بستغل موارد الجهاز. كمان راح نجرب على 2K، والإعدادات راح تكون بين اللو والهاي، يعني مشكلة مثل ما موضح عندكم بالفيديو، ونشوف النتيجة. وهون عنا اللعبة الأخيرة الثالثة، هي وارزون، كول اوف ديوتي وارزون 3. راح نجرب على دقة 2K مع فيداليتي الترا برفورمانس. في من الإعدادات راح تكون هاي، في منها أغلبيتها راح تكون لو أو أوف. تابع ممتع.
وبتمنى يكون عجبكم الفيديو، ولا تنسوا اكيد اللايك والاشتراك. راح اعطيكم ملخص الكارت والتجربة اللي عملتها في الكارت. بالنسبة لسعره، سعره كويس، فينا نقول يعني ماشي حاله، مو الافضل. فيك تحط شوية مصاري وتجيب كارت افضل منه بكتير. عيبه الوحيد انه هذا الكارت بيشتغل على PCI 3، والباندويت تبعه قليل كتير جدا. هو بدعم 8 جيجا، 8 جيجا في رام لكارت شاشة اقتصادي، يعني بشغل العاب فيك تلعب عليه ممتاز. بس انا برأيي للمدى الطويل مو افضل خيار. وانا كمان خاصة عم بستعمله مع افضل معالج اللي هو ال AMD Ryzen X3D، واعطاني هذا الاداء. يمكن مع غير معالج يعطيك اداء اسوأ. انا بنصحك نصيحة، اذا حابب تجمع PC اصبر شوي وجمع شوية مصاري وجيب لك كارت من فئة ال60 او من RX فئة ال7600. من هاي الفئة راح تكون تجربة كويسة واداء ممتاز. واتمنى لا تنسوا اللايك والاشتراك، وسلام.